السلام عليكم. بزاف ديال الناس ملي هضرنا على داك القانون الجديد اللي صوت عليه البرلمان ومجلس المستشارين قدمته الحكومه وقريب غادي يتنشر في جريده رسميه ويتنفذ ديال الشركات الجهويه، كل جهه غتكون فيها واحد الشركه اللي غتنشئ غدار باش تشد التسيير ديال الماء والضوء، تخلص تدخل الماء تعاقد مع الناس، هاد الامور كامله. شفت بزاف ديال التعاليق ملي قلنا الناس حطيو راسكم، هادو راه شركات خاصه، راه يقدر يزيروا معاكم، اللي ما خلصش في الوقت يزيدوا عليه، اللي ما خلصش كاع وما بقاش يخلص يقدروا يهزوا له المكانه ويخلص الغرامات والزيادات ويخلص عاوتاني باش يعاود يدخل مكانه اخرى الا احتاج الضوء ولا الماء. بزاف ديال الناس قال لك مكانتي انا مخلصها برزقي، ما عندوش حق يهزها في القانون، مخلصها انا سيدي، هذيك المكانه رانا مخلصها. انا اليوم غنصحح لكم هذه المعلومه هذه، للاسف المكانه ماشي ديالك، ونزيدك داكشي اللي خلصتي انت راه ما كتحسبش خلصتي المكانه، كتحسب خلصتي المصاريف باش دخلوا لك الماء ولا باش دخلوا لك الضوء. ونزيدك هذيك المكانه ديال الضوء في ملكيه المكتب الوطني، وغتولي دابا في ملكيه هاد الشركات هادو ملي غيدوز لهم التدبير ديال هاد القطار الكهرباء مثلا، وعندهم الحق يهزوها وقت ما بغاو الا ما خلصتيش، وعندهم الحق يلغيو داك العقد اللي بيناتكم الا ما خلصتيش. وهذا الشيء راه في الكونطرا اللي كتسنيو، سيروا شوفوا، يمكن الماده 10 ولا الماده 11 كتقول هاد الشيء هذا. راه المشكله ديالنا حنا انهم ملي كنمشيو نديرو شي حاجه لا في البنكه ولا في شي اداره ولا في الضرائب ولا عند الضوء ولا عند الماء، كنقولوا بغيت ندخل الضوء تيقول لي ياك سني هاد الورقه، 3 سنين انت ما عرفتش حتى علاش سنيتي، خصنا نبقاو نقراو علاش كنوقعوا. اذا العقد اللي كتوقع معاهم راه فيه ان داك العداد ولا ديك المكانه راه ملكيه لداك المكتب، والمشكله ماشي غا هكا، المشكله هو ملكيه ديالهم باش يحسبوا عليك انت شحال كتكونسومي، هما دايرينو باش يحسبوا لك شحال كتاكل، واغلبيه الوقت تيكون برا دارك ما تيكونش لداخل، باش الا جا داك اللي كيراقب يوصل ليه بسهوله، ماشي ضروري يدق عليك وتحلوا الباب عاد يدخل، خصو يكون برا دارك ويوصل له بسهوله، وكيحملوك انت المسؤوليه ديالو، تيقول لك انت حارس عليه، انت خصك تحضيه، الا وقعت فيه شي حاجه راك انت غتخلصو. ياك كتقولوا ديالكم اخويا حضيو نتوما راه برا الدار، ياك اخويا دايرينو نتوما باش يحسب الضوء والماء اللي كناكل، اخويا حضيو نتوما انا ما عندي به غرض. ولكن في القانون في العقد اللي وقعتي دفتر التحملات ديالهم راه ديك المكانه داك العداد ديالهم، وانت خصك تحضيه ديالهم، وكيحسب عليك داكشي اللي كتاكل وما تقدرش تقيسو، وإلا قصتي ولا لعبتي فيه راه فيها غرامات وفيها متابعات. اذا الفكره الاخوان ديال راه المكانه ديالي ما عندهمش حق يقيسوها، حيدها من راسك نهائيا، وإلا ما خلصتيش من حقهم يحيدوها، وإلا حيدوها ومشيتي بغيتي ترجعها خصك تخلص المصاريف ديال التحياد وتخلص الغرامات والزيادات والفوائد عاد يرجعوها ليك. وواحد الحاجه اخرى تفكرتها دابا غايبه على بزاف ديال الناس، انت دابا الا جيتي تسكن في شي دار، جيتي تكري واحد الدار وتسكن فيها، ولا جيتي تكري شي محل وغتخدم فيه، اغلب الاحيان حتى كتكري وتسالي وتوقع مع السيد الكونطرا، عاد كتهز نسخه من ديك الكونطرا وكتمشي تدخل المكانه ديال الضوء ولا ديال الماء بسميتك. وزيدك هادي يا سيدي، باش الا كنتي غتكري شي دار ولا شي محل تجاري باش تخدم فيه، سير سقسي هذيك الدار ولا داك المحل ياك ما كيسالو صحاب الضوء صحاب الماء شي حاجه، انا شغل يسالو راه كيسالو مولاه اللي بسميتو المكانه القديمه. لا سيدي، راه في القانون ديالهم عاوتاني تيقول لك هذاك المحل الا فيه شي مكانه وكتسالها شي حاجه غتبقى ملزمه بهذاك اللي غيجي يسكن ولا غيجي يستغلها من بعد. جيتي تدخل مكانه انت ديال الضوء بسميتك ولا ديال الماء، يقول لك هذاك المحل ولا ديك الدار راه كنسالوها 3000 درهم، خلصها عاد نحيدوا هذيك عاد ندخلوا لك وحده بسميتك مثلا. المهم من هذا الشيء كامل اللي بغيت نوصل لكم، المكانه راه ماشي ديالك. وثاني حاجه هما راه ما كيخسروش، هما دايرين القانون باش دائما الا كانت الخساره تجي فيك انت. داكشي علاش كنعاود نذكركم كاين شركات دابا تصوت على القانون، راه القانون كاين، راه ماشي هضره وعادات تقال ويمكن توقع ويمكن ما توقعش، القانون تصوت عليه خرج، ما بقاش غير مشروع يقدر يكون يقدر ما يكونش، القانون راه كاين. الضوء والماء غيوليو يشدوه شركات جهويه، اللي مهم دابا القانون اللي غينظم هاد الشركات ما يكونش بحال القانون اللي كينظم المكاتب الوطنيه سابقا، المشرع ولا هاد البرلمانيين انهم ينصفوا هذاك المستهلك. راه ما يمكنش تقول لي خلص المكانه ديال الضوء ولا ديال الماء بزباله فلوس وفي الاخر تقول لي ماشي ديالك وقت ما بغيت نهزها. راه ما يمكنش انا نجي نسكن ندخل الضوء ولا الماء في شي بلاصه وتقول لي يلاه غتخلص على داك اللي كان قديم. راه ما يمكنش توقع شي حاجه ديك المكانه وتقول لي لا راه انت مسؤول عليها، الا وقعت لها شي حاجه انت اللي مسؤول عليها. خويا انا راه برا وديالك ياك كتقول ديالك هذيك، واخويا حضيها انت دير عليها شي حساس ولا ركب شي كاميرا تما.
تحيه لكم، الله يعاونكم.